السلام عليكم. وحشتوني ويا رب اكون انا كمان وحشتكم. انا مش عارفه اقول لكم ايه، انا متشكره جدا 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 على الكلام الحلو اللي انتوا كتبتوه، وعلى الدعوه لامي بالرحمه. الله يرحمها ويرحم امهاتنا كلنا، ويرحم كل امواتنا جميعا يا رب. بص بقى، في ناس اتصلت بيا وبصراحه كلامهم اسعدني جدا. بالذات اللي قالت لي انا حبيت امك من كلامك عليها، وبترحم عليها وانا بصلي بدعي لها بالرحمه. انا عايزه اقول لك ان كلامك ده خلاني مش عارفه اقول ايه غير اني فعلا سعيده بكلامك ودعواتكم ليها. الله يرحمها الله يرحمها ويجعله كله في ميزان حسناتها. فده شجعني ان انا اقول لكم على موضوع تاني. يمكن ده سبب برضو لان احنا نترحم على امواتنا كلهم، واعرفكم قد ايه انا فخوره بامي من الكلام اللي انا هحكي لكم عليه. بصوا يا جماعه، انا ابويا الله يرحمه راجل فلاح، وانا افتخر فلاح وافتخر بيه. فانتوا عارفين بقى الجماعه الفلاحين بيحبوا يجوزوا ولادهم بدري، بالذات بقى لو كان الواد امور وشقي وكده، فبيحبوا يجوزوه بسرعه بحيث ان هم قال ايه بقى يرحموه من انه ايه يلف ويعط ويصاحب ويكلم والكلام ده، فبيريحوا دماغهم فبيجوزوه بدري. ماشي. فانا ابويا جوزوه وهو في الجيش، كان لسه في الجيش. جوزوه بنت خاله، فجاب منها ولد، وهي توفت بعد ما خلفت بحوالي شهرين أو 3 أشهر. فوالدته خدت الطفل تربيه. نزل بقى هو الجيش بتاعه حوله على القاهرة، فنزل القاهرة فيشاء ربنا إنه يشوف مين بقى، يشوف أمي. كانت بنت صغننة كده عندها 13 سنة. هو شافها من هنا، خلاص بقى الكهرباء عملت كونتاك، شاف قمر قدامه. المهم فضل ماشي وراها لغاية لما راح لغاية بيتهم. طبعا هي تو ما وصلت لغاية البيت راحت طالعة جري قايلة لاخواتها في واحد تحت كان ماشي ورايا. عايزة اقول لكم ان امي بنت على 3 صبيان، فكانت بالنسبة لهم اللية والعين الجوانية، الدلوعة بتاعت ابوها وامها واخواتها. فنزلوا اخواتها جري، انت ايه اللي ماشيك وراها وهيعملوا معاهم مشكله؟ قال لهم استنوا، انا مش ماشي بعكسها، انا اما شفتها عايزه اعرف بيتها فين عشان اجيب اخواتي واجيب اهلي واجي اخطبها. طيب خلاص، اما تشوف مع الف سلامه، ولما تشوفها في شارع تاني ما تمشيش وراها. قال لهم مش همشي، انا هجيب اهلي بكره واجي اخطبها. طب يا عم تنورنا. فراح قعد مع ابوها وامها ومع اخواتها، وقعد يحكي لهم على ظروفه، وقال لهم ان هو كان متجوز بنت خاله ومخلف منها طفل. اي واحده من البنات بتوع جيلنا ده لو حد اتقدم وقال لها كده هتقول لا طبعا، ايه ده اللي هتجوزه معاه عيل ده؟ لا مش عايزاه. صح ولا انا بفتري؟ صح. تخيلوا بقى لما يروح لواحده دلوعه ابوها وامها ودلوعه اخواتها الصبيان ويقول لهم كده. فابوها قال له يا ابني احنا هنفكر. فايه سالها ايه رايك؟ قالت له ايه المشكله ان هو معاه طفل؟ يعني هو هياخد طفل يرميه في الشارع؟ ده امه ميته. يعني انت موافقه يا حبيبتي؟ اه موافقه. تم على خيرة الله الجواز، واتجوزها وجاب لها شقه في القاهره. بداوا بقى ايه ياخدها ويروح تتعرف على اهله وعلى ابوه وامه واخواته. كل الاهل تما حبوها قوي قوي قوي، بقوا فرحانين بيها جدا. ليه؟ لان هي ما كانتش دلوعه ولا حاجه، بالعكس، رغم صغر سنها، بس كانت امها معلماها على حاجات حلوه جدا، ومربيه فيها الاصول والادب والاخلاق، وان هي تتعامل مع الناس ازاي. كلهم حبوها، وهي ارتبطت جدا بالطفل وحبته. بعد كده بقى لما جت القاهره فايه عرفت ان هي حامل، فربنا رزقها بأول طفل اللي هو أخويا اللي هو شوقي، لكن أخويا الكبير من أبويا الله يرحمه اللي هو أخويا من أبويا مش من أمي. عمرنا ما حسينا إن هو مش من أمي أبدا. تو ما خلفت أول حاجة عملتها قالت له أنا عايزة ابنك ده
يجي يتربى هنا. ازاي ما انت معاكي طفل؟ قالت له معايا طفل لازم يتربوا مع بعض عشان ما يبقوش غربة عن بعض. ما انت ما تسيبوش لما يكبر ابني شوية ويجي معاه ويفضلوا بالنسبة لبعض أغراب، لا أنا عايزاهم يتربوا مع بعض. ما يبقاش ده متربي مع سته ومعتبر ان في حاجة ناقصاه، وده متربي مع أبوه وأمه. أنا عايزة ده كمان يتربى مع أبوه وأمه. طب بذمتكم عمركم شفت حد يبقى ده طريقة تفكيره؟ اللي حصل فعلا ان هي جابت اخويا الكبير ده يتربى معاها. وعايزه اقول لكم قسما بالله كانت بتربيه لدرجه ان اخواتي انا كانوا بيقولوا لها انت بتعامليه احسن مننا، هو ده احسن مننا عندك، انت بتحبيه اكتر مننا. ولا اي حاجه، بتقول لهم انتوا زي بعض. الواحده لما بتكون جوزها جايب طفل من واحده تانية وبتيجي تو ما بتخلف بتلاقيها بتوريه المرار ووجع القلب وتربيه وتعرفه. عارف ايه يعني؟ ناقص تمسك له كده ميكروفون وتقعد كل شويه تقول له انا مرات ابوك انا مرات ابوك. لا، دي كانت ام بمعنى الكلمه. عايزه اقول لكم ملحوظه صغيره قد كده. احنا 10 غير اخويا ده، يعني احنا 11. يعني امي خلفت بعديه 10، بس طريقتها ما اتغيرتش معاه. كانت بتعامله احسن من الكل. انا عايزه اقول لكم كان اي حد من اخواتي لما يجي يقول لي حاجه تقول له اسال اخوك الكبير، قول لاخوك الكبير الاول. اتربينا على الوضع ده ان اخويا الكبير هو اول واحد لازم ناخد رايه. وابويا الله يرحمه كان سعيد جدا جدا بحبها ليه كده. اتعلم لما خلص تعليمه عمل ايه بقى؟ راح اشتغل عند واحد سواق على عربية ملاكي. قعد شغال عنده سنين سنين، حاجة كده بتاع يجي 15 سنة. الراجل ده كان عنده طفل صغير، رايحين جايين بقى والواد قاعد جنبه في العربية، ويروحوا المشوار دوت ويروحوا السفر ده. كانوا بيسافروا اسكندرية مرتين في الأسبوع، عشان الراجل ده كان عنده مصنع في اسكندرية. كانوا بيسافروا مرتين، اتنين وخميس يسافروا البلد. الطفل ابن الراجل ده اتعود على وجوده معاه لغاية لما بعد 15 سنة بقى كبر وبقى شاب. والده توفى، أصبح يتعامل مع أخويا على إنه السواق بتاعهم، وتعامل معاه بطريقة مش كويسة لدرجة إن هو زهق منه. فحكى لأمي، قالت له ارمي له المفتاح، الله الغني على الشغلانة اللي هتقل من قيمتك. ارمي له المفتاح، ده مش فاكر إن أنت اللي مربيه وكان عيل على إيدك. رمى له المفتاح. خالي الله يرحمه كان مقتدر، فكان عنده مصنع حرير. قالت له خلاص هتشتغل عند خالك اللي هو اخوها. فقالت لاخوها، قال لها او ماله، راح مديله مفتاح العربيه وبقى ايه شغال عنده. ارتاح عنده شويه، بس نفس الكره اتعادت تاني. خالي بقى يتعامل معاه على انه السواق بتاعه، روح ودي روح جيب روح ودي البيت وروح هات من البيت وروح هات لهم معرفش ايه وديه البيت. قالت له ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو شغال سواق ولا شغال مرمطون؟ انت هتمرمط لي يا ابني. وراحت ايه؟ قالت له اديله المفتاح وربنا يسهل وهنلاقي شغل يا واد، اصبر. ماشي. عايزه اقول لكم في الفتره دي هي جوزته وجابت له شقه جنبنا، وبقينا قاعدين كده. اقسم بالله عمرنا في حياتنا ما حسينا ان ده مش ابنها ابدا ابدا، عمرنا ما حسينا كده. وبعدين قالت لاخويا الكبير ايه؟ قول لي يا واد، هي العربيات التكوسه اللي بيشتروها دي بيجيبوها ازاي؟ هي انا زي ما قلت لكم قبل كده لا كانت لا بتعرف تقرا ولا تكتب، بس كانت احسن من ناس كتير قوي مثقفه. فقال لها ايه؟ تصدقي بقى يما، انت بنت حلال، عارفه بنك ناصر الاجتماعي منزل عربيات تاكس 1300 بالقسط؟ قالت له والله روحي اسالي عليها. راح سال، فجه قال لها، راحت قلعه الغوايش بتاعتها، وراحت قلعه حلقها، وقلعتنا الحلقان بتاعتنا، وراحت باعتهم، وراحت ايه؟ راحت مقدمه على تاكس وكتبته باسمها وباسم اخويا ده. قالت له بصي بقى، انت هتاخد نص الايراد بتاع التاكس قصاد ان انت شغال عليه، يعني لا حد لا عندك حاجه ولا محتاج، انت شغال على ملكك، والنص التاني هصرف فيه في البيت انا على اخواتك واجهزهم منها. في حد بيعمل كده؟ في حد بيعمل كده في الزمن اللي احنا فيه ده؟ تبديه عن ولادها هي
اللي جايين من بطنها وتتعامل مع ابن جوزها على إنه أحسن من ولادها وابنها، وكانت بتتكلم تقول لك ده ابني الكبير، ده اللي لما تعوزوا حاجة اسألوه، ما حدش يعمل حاجة من غير ما يستشيره. تخيلوا، أقسم بالله ده اللي كان بيحصل من أمي، ده اللي كان بيحصل منها. أنا عايزة أقول لكم إن سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، ما فيش حد بيعمل حاجة كويسة إلا لما يكون ربنا بيردها له بأحسن منها. أخويا ده كان أحن علينا، مش عايزة أقول لكم من الدنيا كلها، أحن علينا من الدنيا كلها. أخويا ده حتى لغاية لما اتجوزنا ورحنا بيوتنا وخلفنا، أنا عايزة أقول لكم في عيد الأم كان بيجيب لنا إحنا البنات هدايا، ويلف علينا واحدة واحدة يديها هدية عيد الأم. إزاي يا عم، هو أنا أمك؟ خد يا بنت الهدية. أخويا كان بيجي في رمضان، كان بيجي غير الشنطة بتاعت رمضان، كان بيجي جايب فانوس، مش لابني ولا لبنتي، كان يجي جايبهولي زي ما بيجيب لاختي دي، زي ما بيجيب لاختي دي. ولادي كانوا بيقعدوا يضحكوا ويتريقوا علينا، واقعد اقول له يا عم، يا عم عيالي بيقعدوا يتريقوا عليا وبيقعدوا يقولوا لي انت صغيره عشان اخوك جايب لك فانوس. يقول لي قولي لهم مالكوش دعوه، اخويا وجايب لي فانوس ومحدش هيلعب بيه. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت بحط الفانوس بتاعي وجنب فوانيس عيالي واقعد اغيظهم واقول لهم ده الفانوس بتاعي، ولما حد من ولادي يقول لي بدليني اقول له لا، الفانوس اللي جابه لاخويا مش هديهولك. وفضلنا على كده، وفضل الله يرحمه على كده. انا عايزه اقول لكم يوم ما توفت امي انا شفته ماشي منهار، مش ماشي بيعيط، كان منهار. وما سبناش من بعد ما توفت، وكأنه حاسس ان احنا بقينا العهدة بتاعته. ما كانش بيسيب حد فينا من غير ما يطمن عليه، من غير ما يروح له، من غير ما يجي. انا عايزه اقول لكم على حاجه عشان تعرفوا طيبه قلبه كانت قد ايه. آه انا من الناس اللي زي كل الناس بحب يعني امشي في شقتي حافيه حافيه. ايه المشكله؟ ما بعرفش البس شبشب في الشقه، فيجي هو ايه اللي انت عامله ده، ماشيه حافيه في الشقه، ويروح جايب لي شبشب. يا عم انا عندي والله، بس انا ما بعرفش امشي في الشقه بشبشب. هو ما بيقتنعش، كل ما يجي يجيب لي الشبشب لغايه ما بقى عندي شباشب كده المفروض كنت ارصها على باب البيت واقف ابيعها. الساعات، انا من الناس اللي لما بلبس ساعه بتخنق، يعني ممكن وانا خارجه اتأمع والبسها، وشويه كده في الشارع افكها واحطها في الشنطه. طبعا ما اعرفش ليه، بس ده اللي بيحصل بجد. فهو انت مش لابسه ساعه ليه؟ مش لابسه ساعه ليه؟ في واحده تمشي من غير ساعه في ايديها يجيب لي ساعات. والله العظيم، والله العظيم أنا عندي حوالي 11 ساعة هو اللي جايبهم، وعمره ما كان مقتنع إن أنا ما بلبس ساعة وبخرج بيها بزهق. أجيب له الكرتونة وأقول له بص، شايف الدرج، شايف حط كرتونة صغيرة كده في درج ومليها ساعات، بصي الساعات دي أعمل بيها إيه؟ يقول لي البسيها ويقتنع. برضه ما بيقتنعش وينسى، ويجي المرة اللي بعديها جايب ساعة. شفت الخير اللي احنا بنعمله بيقعد ازاي؟ وشفت الأم فعلا اللي ربنا قال الجنة تحت أقدامها بتتصرف ازاي. مفيش حاجة اسمها مرات أب، في حاجة اسمها إن ده ابني أخو ولادي، يعني زيه زيهم، مفيش فرق، مفيش فرق أبدا. وده اللي احنا اتربينا عليه وتعودنا عليه. وبرضو الله يبارك لكم، أنا عايزة برضو تترحموا عليها وعليه وعلى أمواتنا كلهم يا رب. وتبقى دي حاجة حلوة للناس اللي يعرفوا إنه لما يعملوا الخير والله هيترد لهم، مش هيروح أبدا أبدا. وبطلي ابن جوزك تقعدي تاكلي فيه وتقعدي تعملي وتخبطي وتلطشي وتشتمي وتبهدلي وتبوظي نفسيته وتطلعيه معقد يعقد جيل بعديه. بلاش كده، بلاش. ده انت لو خدتيه في حضنك هيكون سندك وظهرك، زي ما أخويا كان طول عمره الله يرحمه سندنا وظهرنا، وطول عمره كان كبرنا، طول عمره كان كبرنا. الله يرحمه ويرحم أمواتنا جميعا يا رب. مستنية تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني قوي قوي قوي. السلام عليكم.